السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب في نفس الإطار في نفس الدورة دورة السيسس. اليوم إن شاء الله بعد تعرفنا على الباك جراوند ايماج والباك جراوند كولر، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على البوردر. نعم، كما تلاحظون لدي صفحة HTML يوجد بها عبارة عن وضعت 3 فقرات. فقرة أولى وأعطيتها كلاس، نعم، وأعطيتها اسم تيست 1، وفقرة ثانية أعطيتها كلاس تيست 2 وكلاس تيست 3. نعم. نعم. نعمل سيف، والآن نقوم بفتح هذه الصفحة. نعم، كما تلاحظون لدينا فقرة 1 فقرة 2 فقرة 3. نعم، في كل فقرة إن شاء الله سوف نطبق عليها ستايل البوردر الخاص بها. نعم، ستايل، عفوا دوما هذا المشكل في تغيير اللغة. ستايل، نقوم بإغلاق الوسم، نكتب بداخله ماذا نرغب الفقرة، ماذا نرغب بالتطبيق على. إن فهمنا هذه الأمور إن شاء الله لن نجد أي مشكل في أي كود. نعم، نرغب بالتطبيق، لدينا هذه الفقرة، نرغب بالتطبيق على الفقرات. نعم، نكتب الفقرة ونكتب نقطة للكلاس، أي كلاس نرغب بالتطبيق على الكلاس تيست 1. نعم، نكتب تيست 1 هكذا نفس الاسم. نعم، نقوم ببداية كتابة الكود هكذا، نقول أطبق عليها هذه الأمور هنا. نعم، سوف نكتب أول شيء إن شاء الله نكتب بوردر، لأننا نرغب بتطبيق بوردر، ونكتب ستايل هكذا، نضع نقطتان، نكتب سوليد، نضع نقطة فاصلة، نعمل سيف كما تلاحظ، نعمل ريفريش. نعم، قد لاحظت البوردر. نعم، نرغب مثلا بتغيير الويد، نعم، العرض الخاص بالبوردر. نعم، نكتب الويد هكذا، ونقوم بكتابة بالبيكسل، نكتب مثلا 20 بيكس، رقم كبير. نعم، نعمل ريفريش كما تلاحظون. نعم، يمكننا كتابة 5 بيكسل، نعمل ريفريش كما تلاحظون. نعم، هناك هذا النوع الخاص به. نعم، يمكننا كذلك تطبيق نطبق الكولر على الفقرة الأخرى. نعم، نقوم بنسخ نفس الكود، نغير الكلاس تيست 2، نترك هكذا، نترك نفس الأمور ونضيف خاصية أخرى بوردر، نكتب بداخلها كولر هكذا، نضع نقطتان، نكتب ريد مثلا، نضع نقطة فاصلة، نعمل سيف، نعمل هنا ريفريش كما تلاحظون تم تطبيق البوردر بنجاح. نعم، نطبق على الفقرة الثالثة. نعم، نعمل كنترول في كنترول سي هكذا. على الفقرة الثالثة سوف نقوم بالتطبيق عليها خاصية أخرى، لن نكتب هذه الأمور هنا. نعم، أحذف الكولر، نعمل سيف. كما تلاحظون هنا لدينا عبارة عن خط متصل، سوف أجعل هذا البوردر أي الإطار يكون عبارة عن نقط. نعم، فهي يمكن بسهولة حفظ هذه الأمور وتذكرها، في عبارة عن دوتد. نعم، عبارة عن نقط، نقول له أن يكون عبارة عن نقط. نعمل سيف، نعمل ريفريش كما تلاحظون فهي عبارة عن نقط. يمكننا كذلك التحكم في هذه النقط في الطول والعرض الخاص بها، نضع 1 بيكس هنا في الويد، نعمل ريفريش كما تلاحظون. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.